كاين قرار رسمي في الجزائر بخصوص رفع معاشات المتقاعدين، وهذا الخبر راهو يؤم شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة الناس اللي راهي تعتمد بشكل كامل على معاش التقاعد في حياتها اليومية. حسب المعلومات المتداولة، الزيادة راح تكون ما بين 5% حتى 10%، وهذا يختلف حسب قيمة المعاش تاع كل واحد والفئة اللي ينتمي لها. الجديد في هذا القرار هو أنه ماشي غير زيادة عادية، بل يشمل كذلك الأثر الرجعي، يعني المتقاعدين ما راحش يستافدوا غير من اليوم، بل حتى الأشهر اللي فاتت راح تكون فيها تعويضات. بمعنى آخر، كاين مبلغ إضافي راح يدخل في الحسابات، وهذا الشيء يقدر يكون دعم مهم خاصة في ظل غلاء المعيشة. القرار هذا يندرج ضمن محاولات الدولة لتحسين القدرة الشرائية، وخاصة للفئات اللي تعتبر من أكثر الفئات حساسية من الناحية الاجتماعية. أما فيما يخص توقيت التطبيق، فكاين حديث على أنه يكون بداية من سنة 2026، وكاين احتمال كبير أنه الزيادة تظهر مع صب الرواتب الجاية، يعني الناس تقدر تشوف الفرق في أقرب وقت ممكن.